هو انا ازاي مش عارف احل الكلام ده؟ انا حلل اكتر من 100 امتحان. الحاجات دي كلها انا حللها قبل كده. ازاي مش فاكر؟ يا رب استرها يا رب. انا عاوز اقول لك ان ديت من اكتر المشاكل اللي بتواجه معظم الطلبه. الكلام ده بقوله من دلوقتي عشان لازم نبدا نتدرب عليه من النهارده. طلبه كتير قوي بتدخل الامتحان ناسيه كل حاجه مع ان هم حالين الكلام ده كتير جدا. هقول لك كام حاجه لازم أن تبدا تعملهم من النهارده. اول حاجه لازم تبقى متعود على ان انت تكون صاحي في الوقت اللي بتكون فيه في اللجنه، اللي هو من الساعه 8 او من الساعه 9. تكون صاحي ومتعود على الصحيان في الوقت دوت، ونايم بالليل. عشان ما ينفعش تروح الامتحان من غير نوم، لان الامتحان من غير نوم هيفقدك جزء كبير قوي من تركيزك، وهتلاقي اسئله كتير للاسف ضاعت منك. دي كده حاجه. تاني حاجه لازم وانت بتذاكر بلاش الهدوء الشديد وانت بتذاكر، ومتعود على الهدوء. ان انت الوضع في اللجنه انا مش ضامن، انا ما اضمنلكش. الوضع في اللجنه محدش يقدر يضمن لك ان اللجنه هتكون هاديه. طبعا ان شاء الله هتكون هاديه، بس احنا بنعمل احتياطنا. انت تبقى متعود، ممكن طالب واحد بيعيط مش عارف يحل، واحد بيعمل شغب، واحد بيبيع حاجه في الشارع، فانا لازم ابقى متعود ان انا بحل الامتحان تحت اي ضغط. في ناس متعوده يا جماعه ان هي بتذاكر في هدوء شديد، ويحل الامتحان في هدوء شديد. ان شاء الله اللجنه هتكون هاديه، بس انت لازم تبقى عامل حسابك على اي احداث ممكن تحصل لك، عشان ما تجيش تتفاجئ باي حاجه تحصل في اللجنه. وزي ما احنا فاهمين للاسف احنا لسه في نظام الفرصه الواحده. تالت حاجه واللي هي المهمه جدا، لازم يا جماعه الناس وهي بتحل امتحان تحل الامتحان اكنك في امتحان بالظبط. يعني انت بتقعد وتدي لنفسك وقت اكنك في اللجنه وقاعد، وبتحل يعني بنفس نظام الامتحان. يعني لو انت امتحان بابل شيت بيبقى معاك بابل شيت وبتحل وتسجل في البابل شيت. بتتعود على اللي بيحصل في اللجنه بالظبط. في ناس يا جماعه بتيجي تحل الامتحان بعينيها كده، دي هنا ودي هنا ودي هنا، وهو كده فكر ان هو انت كويس مفيش مشكله. انت ممكن تعمل الطريقه ديت اللي هي السريعه او بالعين والكلام ده كله، ماشي مفيش مشكله. بس لازم برضو في اكتر من مره تدرب نفسك على طريقه حل الامتحان، ان انت بتحل بالظبط اكنك قاعد في اللجنه. ويا سلام لو حد من البيت يراقب عليك وانت قاعد في اللجنه، عشان تتعود نفسك وتضيع رهبه الامتحان. التدريب على الامتحان مهم جدا زي ما المذاكره مهمه بالظبط. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.